السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم فيديو عن مهلبية قمر الدين، مع مهلبية اللبن، على طريقة أمهاتنا، زي ما كانوا أمهاتنا بيعملوها زمان. كانت حاجة كده ميكس بين مهلبية اللبن ومهلبية قمر الدين. كانت حاجة كده جميلة وبتتاكل من السنة للسنة. إذا عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسونيش باشتراك ولايك وكومنت، فعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. أول حاجة يا حبايبي هنجيب كده قمر الدين، حلو الشام. قمر الدين ده يا جماعة بيبقى جميل. احنا كان معانا يا جماعة لفة قمر الدين. اللفة دي بصراحة ولادي كلوا نصها، بيحبوا ياكلوه، يقطعوه كده وياكلوه كده، ما بيحبوهوش في الخشاف قد ما بيحبوا ان هم يقطعوه وياكلوه كده. باقي معانا نص لفة هي حبايب قلبي، هنجيبها بقى ونقطعها قطع صغيرة كده، ونحطها ونشوف هنعمل ايه. المقص شكله مش ماشي فيها، هنقطعها بقى بايدينا، نقطعها بايدينا احسن. طبعا احنا غاسلين ايدينا وايدينا نضيف. هنقطعها قطع كده يا حبايب قلبي ونحطها عشان هننقعها بإذن الله. مهلبية قمر الدين دي يا جماعة بتتعمل من السنة للسنة، بتتعمل في الشهر الكريم. حاجات كده مش طول السنة بتتعمل، بتبقى جميلة، بترطب كده على الواحد كده في الصيام. بعد ما بتفطري كده وبتاكليها بتحس ان كده حاجة حلوة، حاجة جميلة من روايح زمان. ربنا يدوم الأيام الكريمة دي على المسلمين كلها بالخير واليمن والبركات، اللهم آمين. اهي يا حبايبي قطعها قطع كده مش كبيرة، بحيث ان احنا لما نحط عليه مية تدوب معانا سهل يعني. انتوا تحسوا ان هي لينة شوية كده يا جماعة، لان انا كنت مخرجاها من التلاجة. اهي اهي يا حبايب قلبي، هي مش كتير واحنا عددنا مش كبير، يعني النص لفة مناسبة اوي. هنحط عليها بقى كوبايتين مية بتغلي، لازم نحط عليها يا حبايبي تتنقع بمية من اللي هي سخنة بتغلي كده. هنحاول ان احنا نقلبها بقى كده ونسيبها قد نسيبها من 2 ل3 ساعات، او ممكن تنقعيها في مية باردة مش لازم سخنة، بس من بالليل وتغطيها كده. هنعمل كده يا حبايب قلبي بقى مهلبية اللبن. معانا مجان 2، وهنحط نص مج كمان اهوت، اهو مجان 2.5 لبن. هنحط عليهم معلقة هرمية من اللي هي بتاع الأكل دي، معلقة ونص هرمية. وهنحط برضو السكر، 3 معالق سكر هم. اللبن ده يا حبايب قلبي كنا غاليينه وسايبينه بارد، عشان كده حطينا عليها على طول السكر والنشا ودوبناهم كده فيه. اما لو ما كانش غالي معانا يعني كنا هنغليه الاول وبعدين نبقى ندوب النشا في ميه بارده وكده. اهو حطيناها بقى على النار يا جماعه، سمكها بدأ يتقل معانا اهو. اهو وبدأت النشا تغلي معانا، هنسيبها شويه علشان خاطر تبقبق مع بعضها كده، عشان خاطر النشا تستوي معانا. ما نجيش ناكل كده نلاقي طعم النشا ظاهر، نسيبها شويه تغلي عشان النشا تستوي. هنغرف بقى يا حبايب قلبي مهلبية اللبن كده عشان نسيبها تبرد معانا وتتماسك، على ما نعمل مهلبية القمر الدين كده يا جماعة. داب معانا اهو بعد ما قعد 2 3 ساعات. هنضربه بقى في الخلاط، هنضربه في الخلاط يا حبايب قلبي. ضربناه اهوت، هننزل بيه بقى في الحلة اللي احنا هنعملها. وبرضو زي ما عملنا في مهلبية اللبن هنعمل بالظبط في المهلبية دي. هنحط برضو معلقة ونص هرمية كده،
المعلقة ونص يا جماعة كافيين للكوبايتين دول، معلقة ونص. وهنحط بقى ايه، هندوبها كده برضو، وهنحط لها برضو السكر المناسب. اللي عايز سكر يحط سكر اكتر من كده يا جماعة، السكر ده حسب الرغبة، في بيحبه مسكر، في بيحبه هادي، فكل واحد يحط اللي هو ايه يناسبه. هنحط بقى ايه، ادي معلقة، ادي 2 3 معالق. زودت نص هنا لان بصراحة كان قمر الدين ده كنت تحس ان هو تقيل كده. وكمان يا جماعة ممكن ان انتوا تشربوه عصير كده، قبل ما تحطوا عليه النشا كده، ممكن تخفوه بشوية مية تضربوه في الخلاط وتحطوا له السكر وتشربوه عصير كده يا جماعة. ايدنا عليه بقى اهوت، بدأت تتماسك معانا اهو، النشا تلف وتتماسك معانا اهيت. هنسيبها برضو ببقبق شوية كده عشان النشا تستوي معانا، ما يبقاش طعمها ني في بقنا كده. نسيبها شوية كده ومع التقليب، وبعدين بنغرفها بقى بتكون المهلبية بتاعت اللبن تماسكت، بنغرفها على وش المهلبية كده اهي يا حبايبي. هما ما كانوش كتير بس يعني على قدنا، يعني احنا ما عددنا مش كبير يعني. طبعا اللي عددهم كبير طبعا هيعملوا اللفة بحالها، لكن هي النص لفة يعني مناسبة لو العدد مش كبير بتاع الأسرة. هنزين بقى يا حبايب قلبي كده بفستق كداب، ده احنا عاملينه في البيت يا جماعة، وهنبقى نعمله بإذن الله في فيديو معاكم على القناة بإذن الله. طبعا يا حبايب قلبي ان انت تزوقي بقى الحاجة دي بترجع لك انت، عايزة تحطي فواكه مجففة، عايزة تحطي كريز، عايزة تحطي سوداني، اي حاجة عايزة تحطيها دي حسب الرغبة برضو. فاحنا قلنا نحط شوية فستق كده وشوية جوزة الهند، حاجات فاتحة كده عشان تكسر اللون بتاع مهلبية قمر الدين. بس بصراحة يا جماعة كانت طعمها تحفة. وطبعا احنا ما كناش مخففين مهلبية قمر الدين، كان طعمها كده مركز وكان حلو. واللي يحب يا جماعة يعمله بنفس الطريقة، في يضربها في الخلاط ويحط عليها السكر ويشربها كعصير، جميلة برضو عصير. طبعا هو المشمش. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، ويعود عليكم الأيام الكريمة بالخير، اللهم آمين، وعلى الأمة الإسلامية كلها. اهي يا حبايبي، اتمنى ان الفيديو النهاردة يعجبكم يا حبايبي و... وينول اعجابكم. اهي يا جماعة تنسونيش باشتراك يا جماعة، ويعملوا لي لايك، اللايك بيرفع الفيديو. شيروا الفيديو يا جماعة، ربنا يجعلكم سبب لينا، اللهم آمين يا رب العالمين. اهي يا حبايب قلبي طبقات اهيت، بسم الله ما شاء الله، كانت ميكس مع بعضها كده، كان طعمها تحفة. اتمنى انها تعجبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.